السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الحلوين من كل مكان، وحشتوني جدا من آخر فيديو. النهاردة جاية لكم بمشكلة حلوة جدا. مشكلة النهاردة بتقول: أنا متجوزة وعندي صاحبتي مطلقة. أنا عارفة إن هي اتظلمت مع جوزها واتطلقت، وكانت طول الوقت مظلومة مع جوزها في الجوازة دي. صاحبتي جميلة جدا، مثقفة وجامعية. كل يوم بتيجي عندي البيت، تقعد معايا وادخل المطبخ اعمل الغدا، وتقعد تتغدى معايا ومع زوجي ومع اولادي. بنظف البيت بتساعدني، يعني تقريبا ما بتروحش غير على النوم. تصحى الصبح من النوم، تنزل تقفل شقتها وتيجي تقعد معايا طول اليوم. بناكل مع بعض ونخرج مع بعض ونتفسح مع بعض، وقاعده معايا ومع اولادي طول اليوم، ما بتروحش بس غير على النوم. لاحظت ان هي بقت توجه كلام لزوجي اكتر، بقى في كلام بينها، بدأ يبقى في كلام بينها وبين زوجي. كمان لاحظت ان هي بقت تيجي لابسه لبس ملفت وضيق عليها، تدخل غرفه نومي تحط برفان وتفرد شعرها وتعمل ميك اب كانها قاعده مع جوزها في بيتها، مش انا اللي قاعده مع جوزي. كمان تكون رايحه مشوار مثلا، تقولي خلي جوزك يجي يوصلني بالعربيه عشان المشوار بعيد عليا. كمان لما بتكون رايحة مشوار بتطلب مني تقولي خلي جوزك ينزل يوصلني بالعربية عشان المشوار بعيد، عشان الولاد معايا، عشان المواصلات بتبقى زحمة، وانا بقول لجوزي ينزل يوصلها. كمان لو هي في البيت مثلا واحتاجت عشاء، لبن، بيض، اي حاجة مثلا، اي طلبات. كمان لو هي في البيت مثلا ولادها مثلا تعبانين، احتاجوا دواء، احتاجت عشاء، بيض او جبنه او اي حاجه، تطلب مني، تتصل بيا تقولي معلش خلي جوزك يجيب لي شويه الطلبات دول ويجيبهم لي البيت علشان انا مش قادره انزل. ففعلا بطلب منه اللي هو ينزل يجيب لها الطلبات ويوديها لها البيت، هي ساكنه جنبي. بس انا مش عارفه اعمل ايه. في اخر فتره حسيت ان بدا يبقى في كلام بينها وبين جوزي، بدات تلبس لبس ملفت، بدات تتكلم معاه، تضحك وتهزر معاه وتميل عليه وتدلع عليه، وتصرفات كده غريبه. انا مش عارفه اعمل ايه، من فضلكم قولوا لي اعمل ايه. طيب قبل ما نكمل مشكله النهارده، كل الناس اللي بتشوفني وبتسمعني هنا على القناه، من فضلكم انزلوا صلوا على النبي في التعليقات، ويلا خلونا نكمل مشكلتنا علشان ما نطولش عليكم. اولا حبيبتي، مفيش حاجه اسمها ان دي صاحبتك. ده في الوقت ده الاخت بتاخد جوز اختها. يعني انا نزلت فيديو قبل كده ان الاخت بتلف على جوز اختها. فمفيش حاجه اسمها ان دي صاحبتك، مفيش صاحبتك يعني. البيت ده خط احمر. بيتك مفيش واحده اسمها صاحبتك تيجي تقيم معاكي وجوزك موجود، تقعد وتلبس وتتمكيش وتتبرفن ولبس ضيق وطول النهار قاعده معاكوا. ايه ده؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي ده؟ هو راجل عايز يقعد براحته بهدومه الداخليه، عايز ياخد شاور براحته، عايز يقعد براحته، يضحك يهزر معاكي، يقعد مع عياله براحته، ياكل براحته، ينام براحته، يقوم براحته. يعني ازاي ياخد حريته ودي موجوده؟ يعني صاحبتك صباح الخير يعني يا صاحبتي؟ ايه صاحبتي يعني؟ وبعدين شايفه كل تصرفاتها وكل اللي هي بتعمله وكل اللي هي بتتصرف بيه ده، هي كده باصه لجوزك. وتاكدي انت لو سكتي على الموضوع ده هي كده هتاخد جوزك منك. ويا عالم، ما يمكن فعلا اخدته وانت قاعده كده ولا دريانه ولا حاسه بالدنيا ولا اللي بيجرى فيها. انا اطلب من جوزي اقول له روح هات لصاحبتي طلبات وطلعها لها بيتها؟ يعني انا بحط النار جنب البنزين بايديا؟ يعني انا اطلب من جوزي اقول له روح وصلها بالعربيه، هي رايحه المشوار ما اعرفش فين؟ ما تاخدي تاكسي يا حبيبتي، ما تروح انت وولادك. طب انا مالي؟ جوزي ماله؟ انا اساعدك؟ انا جوزي ماله يساعدك ليه جوزي؟ حتى لو بتجيلك قبل ما جوزك يجي هي تكون نازله. اللي يزعل اللي يشرب من بحر، تزعل قطعيها. يعني انا عشان انا ما زعلهاش اخرب بيتي؟ ويعني وربي ولادي كده معقدين مفككين واتطلقوا، وولادي يبقوا معقدين نفسيين بسبب ان انا انفصلت عن ابوهم، بسبب ان صاحبتي لفت عليه واخدته مني. ما تشغلوا دماغكم شويه يا جماعه، شغلوا دماغكم.
يعني مفيش حد دلوقتي بيفكر بالسذاجه دي اللي انت فيها. مفيش حاجه اسمها صاحبتك، صدقيني صاحبتك هتاخد جوزك منك، ويمكن فعلا اخدته، عشان انت بتقولي ان في كلام داير بينها وبين جوزي. بالنسبه بقى لجوزك، تقعدي تتكلمي معاه، مثلا يقولك جاب سيرتها، لا والله انا هطلب منها ان هي تقعد في بيتها علشان انا شايفه ان ما بيبقاش عندي وقت ان انا اقعد معاك واهتم بيك، ما بنكونش على راحتنا. هي برضو تقعد في بيتها، هي عايزه اي حاجه ممكن تتصل بيا بالتليفون انا اقدر اساعدها، لكن انت برضو بتبقى راجع من شغلك تعبان، كتر خيرك، نقعد مع بعض براحتنا، انا مش هتعبك ابدا. هي عايزه اي حاجه تبقى تاخدها وهي طالعه لبيتها، لكن انت كتر خيرك، انا مش هتعبك اكتر من كده، معلش احنا تعبناك فتره وحقك عليا. تقفلي معاه كل البيبان، تقفلي معاه كل البيبان. كمان تجيلها بقى هي كده مباشره، انت عايزه تجيلي على عيني وعلى راسي، قبل ما جوزي يجي تكوني نازله، عشان انا برضو ما بعرفش اقعد مع جوزي براحتي. عايزاكي ايه تكلميها كلام جامد كده، كلمتين جامدين، مش بلين كده وحب، لا، كلمتين جامدين ان هي ايه، ت... تقلبي وشك عليها عشان ما تجيش خالص، انا مش عايزاها تجيلك خالص. انا شايفه ان انا مش بلاقي راحتي مع جوزي، مش بنقعد براحتنا، كمان هو بيرجع من الشغل بيبقى الوقت قصير، عايز ينام، ما بلحقش اقعد معاه، فمش هينفع. انت عايزه اي حاجه ممكن تكلميني بالتليفون، ممكن انا اجيلك، خليكي وانا اجيلك. انت طبعا انت مش فاضيه، فمش هتروحي لها كل يوم، انت كده قطعتي رجلها، ما بقتش تيجي. كمان تتصل بيكي تقول لك جوزي، قولي لها لا انت انزلي هاتي، جوزي مش جوزي نايم، جوزي تعبان، جوزي مش هيقدر ينزل، مش هينفع ينزل. اديها كلمتين كده في عضمها ناشفين كده وجامدين، علشان تحس على دمها وتعرف ان انت بعتي جوزك منها. كمان انا مش بخرب عليكي والله ولا حاجه، بس يعني ايه، حاولي ايه تشوفي كده هي في موبايل جوزك هي كلمته ما كلمتهوش، ما تقولولوش ان هي كلمتك، او حتى لو شفتي مكالمه ما تقولوش انا شفت مكالمه، يعني حوشي كده كام مكالمه كام رساله، وبعد كده يعني واجهيه بيهم. ممكن تكون هي كلمته وفعلا هم على علاقه مع بعض، يعني مش بعيد، مش يعني ما نستبعدش اي حاجه. خلي كده عينك في وسط راسك، ولازم الست دي تقطعي رجليها من عندك، حتى لو صاحبتك بالتليفون ما تجيش عندك. وجوزك ما يبقاش فيه اختلاط بينها وبين جوزك في اي حاجه، عايزه تساعديها على عيني وراسي ساعديها انت وبالتليفون، لكن جوزك ولا يجي ناحيتها ولا هي تيجي ناحيته. خلاص. اتمنى يا رب قدرت افيدك. مستنيه طبعا راي الناس اللي بتسمعنا هنا وبتشوفنا، تكتبوا لي رايكم او الحل المناسب من وجهه نظركم في التعليقات، علشان صاحبه المشكله تختار الحل المناسب لمشكلتها. لو عندكم اي مشاكل تقدروا تكتبوا لي على التيك توك او على الانستا او على الفيسبوك، دول اكتر وقت بكون متواجده فيهم على السوشيال ميديا، الفيسبوك والتيك توك والانستا. تابعوني هناك وابعتوا لي رسائلكم هناك بمشاكلكم، هسردها هنا في سريه تامه من غير ذكر تفاصيل او بيانات اللي باعت او اللي بعت المشكله زي ما انتم شايفين. اتمنى يا رب الاقي لكم حل، وكمان الناس اللي بتشوفنا تكتب لنا رايها وحلها في التعليقات عشان تقدروا تستفيدوا. لو بتشوفوني بالاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قل، علشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، تاخدوا الفيديوهات مشاركه علشان اكبر قدر بيشوفنا يقدر يستفيد من القناه. انا عملت القناه دي بتاعت المشاكل بهدف اللي احنا كلنا نتعلم من بعض. من فضلكم كمان تروحوا تتابعوني هناك على الفيسبوك والتيك توك والانستا، مستنيه مشاكلكم هناك على الخاص، هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف تحت. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.